السلام عليكم. اكتشفت مؤخرا ان 90% من المغتربين عندهم مشاكل، و90% من مشاكلهم ما تخصهمش هم شخصيا. كنت راكب في مواصلة باص ولقيت عدد كبير جدا مننا كمصريين راكب المواصلة بتاع الباص، وكل واحد فيهم قاعد بيفكر في حاجة، واللي بيتكلم اهله في حاجة، واللي بيتكلم اخوه في مشكلة، واللي بيتكلم حد قريبه في مشكلة، فمهموم. فاكتشفت ان كل المشاكل اللي بتدور حواليك كواحد مغترب ما تخصكش انت شخصيا. هل المشكله بتاعتك انت شخصيا؟ لا. هل المشكله صحيه فيك انت؟ لا. هل المشكله اللي انت تعبان منها دي بتاعتك انت شخصيا؟ لا. مشكله اخوك، يا مشكله حد قريبك، يا مشكله حد في البيت، مشكله بعيد عنك. طب هل المشاكل دي الناس اللي انت شاغل بالك بمشاكلهم مشغولين بيك زي ما انت مشغول بيهم؟ برضه لا. واحد عايش حياته تماما وسايبك انت بتفكر وبتشتغل مع نفسك لحد ما تشوف حل للمشكله. فمؤخرا لو قعدت مع نفسك وفكرت، انا تعب نفسي ليه؟ اشتغل واتعب واعمل كل حاجه، وده هي الحياه عاديه، وده هو اصلا المفروض يحصل في الحياه. بس ما اضغطش نفسي، ما اضغطش نفسيتي، ما اضغطش نفسي ماديا، ما اضغطش نفسي جسديا، ما اضغطش نفسي. حاجات كتيره انت تضغط نفسك بيها ممكن تهونها على نفسك شويه. ولو فاكر ان الايام اللي انت عايشها دي هتعيد تاني نفسها وترجع من اول وجديد وتقول ستوب وهبدا اعيش عمري تاني، مش هتعرف ان اللي انت عايش فيه دلوقتي ده هو عمرك وهي ده حياتك. فما تضغطش نفسك عشان خاطر حد، وما تضايقش نفسك عشان خاطر حد، وحافظ على صحتك وحافظ على نفسك، وشوف الحاجات اللي هتكون مخليك انت نفسيا مرتاح واعملها ايا كانت ايه هي. شوف سعادتك فين واعملها. ما تضحيش بنفسك عشان خاطر حد تاني، وما تزعلش نفسك على زعل حد تاني. ان في الاخر وفي الاول هو ما حدش اصلا شايفك انت عايش ازاي، وشايفك انت تعبان ازاي، وشايفك انت بتفكر ازاي، وشايفك انت بتنام حزين ازاي. محدش شاغل دماغه بكل ده. انت اللي هتخسر في الاخر. فخلي بالك من نفسك، وخلي بالك من صحتك، وقرب من ربنا، وعيش حياتك بالطريقه اللي انت شايفها انت كده صح فيها. ان في الاخر وفي الاول محدش هينفعك. السلام عليكم، اشوفكم على خير.